السلام عليكم يا أصدقائي. اليوم راح نتكلم عن شيء بسيط لكنه قوي جدا. شيء لو طبقته كل يوم راح يغير حياتك بشكل جذري للأفضل. تخيل معي، كل صباح تصحى من النوم وأول شيء تسويه هو إنك تكتب 3 أشياء إيجابية حصلت معك بالأمس. مجرد 3 نقاط بسيطة، ممكن تكون ابتسامة من شخص غريب، نجاح في مهمة صغيرة، أو حتى كوب قهوة لذيذ شربته. هذه العادة البسيطة تسمى يوميات الامتنان، وهي من أقوى الأدوات اللي تقدر تستخدمها لتغيير طريقة تفكيرك وحياتك بالكامل. ليش؟ لأن عقلنا مبرمج بشكل طبيعي على التركيز على السلبيات. هذا شيء موجود في تكويننا البيولوجي من أيام أجدادنا، لما كان لازم يركزون على المخاطر عشان يبقون على قيد الحياة. لكن في عالمنا اليوم هالبرمجة صارت تضرنا أكثر ما تفيدنا. لما تبدأ تكتب يوميا الأشياء الإيجابية، راح تدرب عقلك يشوف الخير في كل شيء. وهذا مو كلام فاضي، هذه حقيقة علمية. الدراسات أثبتت إن الناس اللي يمارسون الامتنان بشكل يومي عندهم مستويات سعادة أعلى، علاقات اجتماعية أقوى، تركيز أفضل، نوم أعمق، نظام مناعة أقوى. خلوني أشارككم تجربتي الشخصية. قبل 2 كنت أشوف الدنيا سودة، كل شيء كان يزعجني، وكنت دايما أشوف النص الفاضي من الكاس. بديت أكتب يوميات الامتنان. في البداية كان صعب، كنت أقعد 10 دقائق أفكر وش أكتب، لكن مع الوقت صار الموضوع أسهل. وتذكر، الامتنان مو بس عن الأشياء الحلوة، حتى التحديات والمشاكل ممكن تكون مصدر امتنان. مثلا ممكن تكون ممتن لدرس تعلمته من موقف صعب، أو لقوتك في تجاوز عقبة. ليش؟ لأن عقلنا مبرمج بشكل طبيعي على التركيز على السلبيات. هذا شيء موجود في تكويننا البيولوجي من أيام أجدادنا، لما كان لازم يركزون على المخاطر عشان يبقون على قيد الحياة. لكن في عالمنا اليوم هالبرمجة صارت تضرنا أكثر ما تفيدنا. هذه العادة البسيطة تسمى يوميات الامتنان، وهي من أقوى الأدوات اللي تقدر تستخدمها لتغيير طريقة تفكيرك وحياتك بالكامل. طيب، كيف تبدأ؟ بسيطة جدا. عشان جيب دفتر صغير وقلم 2، حطهم جنب سريرك. لا، أول ما تصحى اكتب 3 أشياء إيجابية من اليوم السابق. 4، لا تستعجل، فكر زين في كل نقطة. 5، حاول تحس بالامتنان الحقيقي وانت تكتب. السلام عليكم يا أصدقائي. اليوم راح نتكلم عن شيء بسيط لكنه قوي جدا. شيء لو طبقته كل يوم راح يغير حياتك بشكل جذري للأفضل. تخيل معي، كل صباح تصحى من النوم وأول شيء تسويه هو إنك تكتب 3 أشياء إيجابية حصلت معك بالأمس. مجرد 3 نقاط بسيطة، ممكن تكون ابتسامة من شخص غريب، نجاح في مهمة صغيرة، أو حتى كوب قهوة لذيذ شربته. بس المهم تفهم إن الموضوع مو سحر. ما راح تكتب 3 نقاط وتصير حياتك وردية. الموضوع يحتاج التزام والمداومة. هو مثل التمرين، ما تقدر تروح الجيم مرة واحدة وتتوقع عضلات. نصيحة مهمة: لا تكرر نفس الأشياء كل يوم. حاول تلاحظ أشياء جديدة. ممكن تكون أشياء صغيرة جدا، مثل لون السماء الصافي أو ريحة القهوة الصباحية. بس المهم تفهم إنه الموضوع مو سحر. ما راح تكتب 3 نقاط وتصير حياتك وردية. الموضوع يحتاج التزام والمداومة. هو مثل التمرين، ما تقدر تروح الجيم مرة واحدة وتتوقع عضلات. خلوني أشارككم تجربتي الشخصية. قبل 2 كنت أشوف الدنيا سودة، كل شيء كان يزعجني، وكنت دايما أشوف النص الفاضي من الكاس. بديت أكتب يوميات الامتنان. في البداية كان صعب، كنت أقعد 10 دقائق أفكر وش أكتب، لكن مع الوقت صار الموضوع أسهل. اليوم صرت أشوف الفرص في كل مكان، صرت أقدر أتجاوز المشاكل بسهولة أكبر. حتى علاقاتي مع الناس تحسنت، لأني صرت أركز على الإيجابيات في كل شخص. طيب، كيف تبدأ؟ بسيطة جدا. 1، جيب دفتر صغير وقلم. 2، حطهم جنب سريرك. 3، أول ما تصحى اكتب 3 أشياء إيجابية من اليوم السابق. 4، لا تستعجل، فكر زين في كل نقطة. 5، حاول تحس بالامتنان الحقيقي وأنت تكتب. نصيحة مهمة: لا تكرر نفس الأشياء كل يوم. حاول تلاحظ أشياء جديدة، ممكن تكون أشياء صغيرة جدا، مثل لون السماء الصافي أو ريحة القهوة الصباحية. وتذكر، الامتنان مو بس عن الأشياء الحلوة، حتى التحديات والمشاكل ممكن تكون مصدر امتنان. مثلا ممكن تكون ممتن لدرس تعلمته من موقف صعب، أو لقوتك في تجاوز عقبة. الشيء الجميل في هالعادة إنها ما تاخذ وقت. 3 دقائق في الصباح
ممكن تغير نظرتك لليوم كله. وبعد شهر راح تلاحظ تغيير في طريقة تفكيرك. بعد سنة راح تستغرب كيف كنت تفكر قبل. وأهم شيء، لا تقسي على نفسك. إذا نسيت يوم أو يومين عادي، ارجع وكمل من جديد. المهم الاستمرارية على المدى الطويل. أنا متأكد أنك لو جربت هالشيء لمدة 30 يوم بس راح تشوف تغيير واضح في حياتك. راح تصير أكثر إيجابية، أكثر تركيز على الفرص، وأقل تأثر بالمشاكل اليومية. وقبل ما أختم خلوني أقول لكم شيء. أنا ممتن لكم، ممتن إنكم خصصتوا من وقتكم تسمعوني، وأتمنى إن هالمعلومة تفيدكم وتغير حياتكم للأفضل. إذا عجبكم المحتوى لا تنسون تضغطون لايك وتشتركون في القناة عشان يوصلكم كل جديد. وشاركونا في التعليقات تجاربكم مع يوميات الامتنان. أشوفكم في الفيديو الجاي، وتذكروا الحياة حلوة، بس لازم نتعلم نشوف جمالها.